السفاح اللي اتعمل باسمه فيلم اللص والكلاب والأخطر في العالم، واللي كان متخفي ما بين الفنانين ومنتحل أسماء شخصيات معروفة جدا. قبل ما احكي لكم القصة دي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تستنوا مني كل حكاية غامضة. محمود أمين سليمان، سفاح القرن العشرين المثقف، صديق الفنانين والبطل الحقيقي لفيلم اللص والكلاب. محمود أمين سليمان شخصية مش ممكن تتكرر في التاريخ. ليه بقى؟ لأنه حرامي بدرجة مثقف وقاتل بدرجة سفاح. الصبح قاعد مع عبد الحليم حافظ وبالليل بيسرق فيلا أم كلثوم وأحمد شوقي. محمود أمين سليمان من أكبر السفاحين اللي شافتهم مصر. اشتهر بأنه سفاح مثقف، ومن غرابة جرايمه وحجمها بقى أسطورة بتحكي عنها كل الجرايد والمجلات وقتها. سرق منصب أنا جبت الدكتورة هنا وبقى يتقال له يا دكتور. هي فين المريضة؟ لكن الغريب انه في فترة من الفترات سرق اسم، طبعا هتستغرب وتقولي هيكون اسم مين يعني، والحقيقة انه في فترة من الفترات خلى اسمه محمود امين العالم على اسم المفكر الكبير الدكتور محمود امين العالم. طيب هو مين محمود امين سليمان ده وايه حكايته بالظبط؟ تعال اقول لك حكايته. هو ده اللي شغل الرأي العام المصري واخد تركيز الصحافة المصرية واهتمامها الكبير جدا، ورغم تشكيل مجموعات امنية للقبض عليه الا انه محدش قدر يمسكه، وعاش المصريين في خوف ورعب لمدة شهرين كاملين. لكن خلينا متفقين ان الصحافة وقتها عملت منه أسطورة كبيرة جدا، ولما كانت بتحكي عنه كان كل جورنال بيحكي حكاية شكل لحد ما انتهت القصة الحقيقية ودابت جوه الأسطورة. وعشان اكون دقيقة معاك، ففي مصادر بتقول انه اتولد في مدينة قنا، وغيرها بتقول انه اتولد في المنيا، ومصادر تانية بتقول انه اتولد في لبنان. وعشان ما نتوهش ما بين المصادر خلينا ننسى موضوع ولادته ده وتعالى اقول لكم الحقائق، واقول لكم كمان القصص اللي اتفقت عليها كل المصادر يا سيدي بتقول انه عاش في اسكندريه، لكن القاهره ما سلمتش منه من ايده طويله، وكان شغال سرقه ما بين المدينتين. ابتدى حرامي واشتهر عنه سرقه الاغنياء والمشاهير، بس كان بيسافر القاهره يضرب ضربته ويرجع في نفس اليوم، مع ان اماكن سكن الشريحه دي بيبقى عليها حراسه وفيها كلاب، لكنه كان زي الزئبق، لا حراسه بتهمه ولا بتقدر حتى تمسكه ولا كلاب بتعرف تهاجمه. وفي مره كان في مطاردة مع الشرطة، وبعدها صرخت ست من سكان الدقي ان السفاح هجم عليها في بيتها وطلب منها تخبيه من الشرطة لانه قتل عمدة في اليوب وسرق كمان محفظته. وده مش العمدة الوحيد اللي قتله السفاح، ده قتل كمان عمدة بني مزار في الصعيد. الغريب انهم بيقولوا ان محمود امين دخل موسوعة جينيس لانه حقق رقم قياسي في عدد من الحوادث على مستوى الجمهورية، لكن الحقيقة وكالعادة ان مفيش تأكيد المعلومة دي اصلا. خلينا في المعلومة الحقيقية، وخلينا نقول انه سرق فيلا ام كلثوم، وقتها كان هيتمسك لكنه خرج من الموضوع ده زي الشعرة من العجين لما قالوا ان جاي للخدامة لانه كان بيحبها وما كانش عايز اي حد يعرف. كمان سرق تحت تهديد السلاح قصر المليونير سباهي باشا في اسكندرية، وفيلا المليونير بوليفار برضو وفي اسكندرية، واللي كان بيملك أكبر عدد لمصانع الغزل والنسيج في الوقت ده، وفيلا مدير شركة الملاحة المصرية. وبيتقال إنه في مرة كان سهران في الهيلتون مع عبد الحليم حافظ ومأمون الشناوي، وبعدها خرج لفيلا الشاعر الكبير أحمد شوقي، وساعتها دخل وسرق تمثال نخلة من الذهب. التمثال ده كان هدية من ملك البحرين لما أخذ لقب أمير الشعراء. حب محمود بنت اسمها عواطف، وبعض الحكايات كان اسمها فاطمة. هرجع واقولك مش مهم الاسم، المهم تأثيرها في الأحداث، وعشان كده سيبك من فاطمة اللي ممكن تكون عواطف، وخلينا في نوال. كان اسمها نوال عبد الرؤوف، ودي الزوجة التانية لمحمود أمين، وكان بيحبها جدا، وكانت هي السبب في خروج شكوك محمود المرضية في صورة عنف وجريمة. كان محمود بيضرب نوال دايما بالعنف وبيربطها في السرير، وكان بيشك في سلوكها طول الوقت من غير ما يثبت عليها أي حاجة. وبعد سرقة محمود أمين لفيلا أحمد شوقي اتقبض عليه واتهمته الشرطة ب 58 عملية سرقة في أكتر من محافظة مختلفين. لكن في الوقت ده كانت نوال طالبة منه الطلاق لأنه كان بيعذبها، فما كان منه إلا إنه هرب من الحبس وبقى بيدور على نوال علشان يقتلها. راح بيته ملقيهاش، فخمرت في دماغه إنها أكيد على علاقة بالمحامي اللي هي وكلته علشان يدافع عنه، واسمه بدر الدين أيوب، ومن بيته على بيت المحامي بدر الدين. وفعلا قدر يوصل لبدر الدين أيوب المحامي وحاول يقتله، لكن المحامي هرب
فتوقع ان عنده واحد صاحبه وفعلا راح له البيت علشان يسأل عنه، ولما صاحبه قال انه ما يعرفوش ضربه بالرصاص وهرب، لكن ربنا ستر والرصاصة طاشت وجيت في فخذ الراجل بس. بعد ما ضرب صاحبه وهرب قدر يوصل لمراته نوال وضرب عليها 6 رصاصات حية، لكن اخطأت الرصاصات ال6 بينما اتصابت صاحبة البيت اللي ساكنة فيه. التهويل في الحكاية خلى محمود هو المطلوب رقم 1 في مصر وقتها، مطلوب امنيا لجرائم كتيرة جدا ومطلوب سياسيا لتشويه صورة الدولة، وخرجت التوجيهات بسرعة علشان القبض عليه. بعد تشديد الكمين دخل محمود برجله في كمين كان موجود جنب مستشفى من المستشفيات، ولما حس انه محاصر وانه لو مشي خطوة واحدة بس هيتقبض عليه فقرر ينط من سور المستشفى. فلحقوا البوليس جوه المستشفى، لكن محمود كان نط السور التاني للمستشفى وهرب محمود وراح على حلوان، وهناك اتكرر الموضوع ولقي نفسه وسط كماين وانه لو كمل هيروح في خبر كام. في اللحظة دي كان في بياع لبن معدي، وللأسف ده كان الحل الوحيد علشان يتخفى من الشرطة. محمود أجبر بياع اللبن إنه يقلع هدومه ويلبسها هو، وبكده يكون فلت من البوليس للمرة التانية في نفس اليوم، لكن التالتة مش دايما تابتة زي ما بيقولوا. راح محمود على مغارة في صحراء حلوان وقال يبلد فيها يومين لحد ما الأمور تهدى يعني، لكن الأمور ما هديتش والبوليس لقي الهدوم اللي بدلها محمود مع بياع اللبن. وقتها البوليس شمم الكلاب البوليسية هدوم السفاح وسابها في صحراء حلوان لحد ما جابوا قطره. البوليس حاصر المغارة وحصل تبادلات لضرب النار ما بين محمود والبوليس، لكن زي ما حياته كلها حكايات مش عارفين حقيقة حجمها، فقصة وفاته برضو فيها حكايتين. الأولى إن البوليس قتله ب17 رصاصة، والتانية إنه بعد ما ضرب هو والبوليس النار على بعض خلص الرصاص اللي معاه واتفضلت واحدة بس فضربها على نفسه ومات في نفس الوقت. طبعا انت فاكر ان دي كانت نهاية السفاح، لا ده لسه ما خلصتش. بعد ما مات محمود أمين خرجت الجرايد بمنشنتين تحت بعض، الأول عنوان مال الصفحة وبيقول مات السفاح، وتحته ومن غير فواصل عنوان بيقول عبد الناصر في زيارة لباكستان. العنوانين اللي تحت بعض دول بدون فواصل عملوا مشكلة كبيرة جدا، وعبد الناصر اتضايق قوي وأمم الصحافة بسبب الموضوع ده. تفتكر خلصت الحكاية؟ لا لسه. بعدها البوليس فتش في بيت السفاح فلقي كراسة جواها صورة لمراته وأولاده، ولقي معاها جواب مكتوب عليه يسلم لرئيس تحرير الأهرام محمد حسين هيكل. الجواب كان فيه مذكرات السفاح، وكان العنوان اللي حطوا المذكرات محمود أمين يتكلم بعد صمت طويل. وطبعا المذكرات كانت سبق صحفي كبير جدا فرح بيها حسين هيكل ونشرها زي ما هي، لكنه بعد النشر فوجئ بأن المذكرات فيها أجزاء مسروقة من كتاب أم النبي للكاتبة المعروفة عائشة عبد الرحمن والمشهورة باسم بنت الشاطئ. طيب تفتكر خلصت حكاية السفاح بعد نشر المذكرات المسروقة دي؟ برضو ما خلصتش، لأن قصته اتعملت في أكتر من عمل فني وروائي وصحفي، منها رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ واللي كلنا عارفينها، واللي اتحولت بعدها لفيلم سينمائي معروف جدا، وتقدم كمان منه مسلسل في التلفزيون المصري، وفيلم الهروب لأحمد زكي، وشنبوه في المصيدة وهو صورة كوميدية للقصة دي، واتعمل كمان منها كتاب باسم سفاح مصر، ده غير مذكرات الزوجة نوال عبد الرؤوف واللي اتنشرت في جريدة الأخبار. ما تنسوش تعملوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تستنوا الحكاية الغامضة الجاية. كان معاكم خلود عادل في الحكاية غامضة.